بيبدأ مسلسلنا مع المحقق باسكومب لما بتجيله رسالة من ابنه وبيقوله فيها إن معدته بتوجعه وإنه مش قادر يروح المدرسة، بس باسكومب بيقرر يتجاهله وبيرجع يركب العربية مع زميلته المحققة ميشا وبيقول لها إنه ابنه مستعد يعمل أي حاجة علشان ما يروحش المدرسة. وفي الوقت ده بتتصل بيهم مديرتهم وبتقول لهم إن في بلاغ متقدم في مجرم اسمه جيمي، وبيتحركوا فورا للبيت اللي فيه جيمي وبيقتحموا البيت، لكن صاحب البيت اللي اسمه ميلر بيخاف منهم وبيقول لهم إن عنده أطفال وما ينفعش يخوفوهم بالطريقة دي، لكنهم بيوصلوا لأوضة جيمي اللي بيكون طفل عنده 13 سنة وبيقول له باسكومب إنهم هيعتقلوه بتهمة الاشتباه في القتل، وبينهار ميلر ومش بيبقى مصدق اللي بيحصل، لكن المحققين بيحذروه إنه يتدخل. أما جيمي فبيعملها على نفسه من التوتر والخوف، وبينادوا على ميلر علشان يغير له هدومه، وبيشوف ميلر المحققة بعد كده وهي بتفتش في الهدوم اللي محتاجة تتغسل يمكن تلاقي أدلة تساعدهم. ولما بيخرج ميلر من بيته بيلاقي أماندا مراته واقفة مع ميشا اللي بتقول لها إن الشرطة هتدفع لهم تعويضات لو حصل أي تلفيات في البيت، وبتبقى أماندا مستغربة إنهم عايزين يعتقلوا طفل عنده 13 سنة، لكن ميشا بتسيبها لما بياخدوا جيمي معاهم. أما جيمي فبيكون خايف جدا ومتوتر وبيعيط، فبيقول له باسكومب إنه يقدر يطلب مساعدة أهله بس بعد ما يوصلوا لمركز الشرطة، وهناك بيروح باسكومب وبيسلم جيمي للشرطة المسؤول وبياخد منه بياناته، وبيقول له الشرطي إنه يقدر يستعين بحد من أهله، فبيختار جيمي باباه ميلر لأنه لسه صغير. وبعدها بيسأله لو كان بيتعاطى مخدرات، فبيقول له جيمي إنه مش بيشرب أي حاجة، وبيصعب عليه الولد الصغير وبيحاول يطمنه وبيقول له إنهم هيقدموا له فطار وبيرجعوه على الزنزانة لغاية ما يكملوا الإجراءات. وفي نفس الوقت بيتكلم باسكومب مع ميلر وأماندا وبينصحهم يشوفوا محامي، وإنه بيكون في محامي في مركز الشرطة وهتكون دي خدمة مجانية، لكن ميلر بيخاف من المحامي ده، بس باسكومب بيقول له إن المحامي ده بيكون همه الأول هو الطفل. بس أماندا بتهاجم باسكومب على اقتحامه للبيت، ودلوقتي بيدعي إنه خايف على مصلحة ابنهم، ويعتذر لها باسكومب وبيقول لها إنه كان بيعمل شغله وبس، وإنها تقدر تشتكيه لو عايزة. ولما أماندا بتعرف إن جيمي اختار ميلر علشان يحضر معاه التحقيقات وسحب العينات، بتتضايق وبتسأل ليه ما اختارهاش هي، وبتقول للميلر إن ابنها مش بيحب الحقن. ولما ميلر بيتعصب لأنها بتستخدم الموبايل، بتقول له إنها بتكلم جارتهم علشان تطمنها على البيت، وبتكون عايزة بنتها ليسا ترجع للبيت علشان ما تزعلش أكتر من كده، وبتطمنها على براءة أخوها. وبيقدر ميلر يتكلم مع جيمي اللي بيسأله لو كان شاكك فيه، لكنه بيقول له إنه واثق في ابنه. والناحية التانية بيوصل المحامي بول وبيعرفهم بنفسه وبيسألهم عن تفاصيل اللي حصل، لكن أماندا بتكون بتتكلم بس عن الطريقة اللي الشرطة اقتحمت بيها البيت، لكنه بيقول لها إن ده طبيعي في جرائم القتل الكبيرة زي اللي جيمي متهم فيها، وبيقول لهم إنه هيتكلم مع باسكومب علشان يعرف تفاصيل أكتر ويرجع لهم. وفعلا بيروح لهم وبيعرف منهم إنهم شرحوا لجيمي كل حقوقه وكل إجراءاتهم قانونيا، وإنهم لسه ما سحبوش عينة الدم للتحليل. ولما بيسألهم المحامي عن الوقت اللي الضحية ماتت فيه، بيقول له باسكومب إن ده حصل في مسرح الجريمة فعلا. وبعدها بيروح ميلر وبول لجيمي علشان يتصوروا، وبعد كده الممرضة بتاخد منه عينة من الدم واللعاب علشان التحليل، وبيكون جيمي خايف جدا من الحقنة، وده بيكون رد فعل طبيعي لطفل في السن ده، ورد فعله مش بيكون مناسب لمجرم متهم في قضية زي دي، وكمان بياخدوا بصمات صوابعه. وبنشوف شورتي وهو بيطلب من ميلر الإذن علشان جيمي يقلع هدومه، لكن ميلر بيعترض، بس الشرطيين بيفهموه إن ده إجراء طبيعي ولازم يكملوا تحقيقاتهم، فبيوافق وهو مضطر. وبعدها بيرجع جيمي مع ميلر وبيقعدوا مع المحامي واللي بيقول له إزاي يتصرف مع الشرطة، وبيحذره يجاوب على أي حاجة بطريقة تصعب موقفه في القضية أكتر، وإنه يقدر يرفض الإجابة عادي. وبعدها بيتكلم بول مع ميلر علشان يهدى، وبيقوله إن الشرطة لو ما عندهاش دليل على تورط ابنه في الجريمة ما كانوش هيقتحموا البيت ويعتقلوه، ولما يعرفوا الدليل ممكن يقدروا يتصرفوا. والكلام ده بيخلي ميلر يرجع لجيمي وبيسأله مرة تانية لو كان فعلا متورط في الجريمة دي، لكن جيمي بيقوله إنه بريء. وفي أوضة التحقيق بيعرفهم باسكومب إنه هيسجل اللي بيحصل صوت وصورة، وبيسأل جيمي عن اللي حصل ليلة امبارح، بس جيمي بيرفض يجاوب، فبيحاول باسكومب يستدرجه وبيسأله عن المدرسة، وإنه مكتوب في الملف بتاعه إنه طالب متفوق، ورغم كده بدأت تصرفات غريبة تظهر عليه. وبيرجع يسأله عن حياته العاطفية والجنسية، بس جيمي بيتوتر وبيفضل ساكت. وبيعرض باسكومب صور لعارضات أزياء كان جيمي بينشر صورهم على الانستجرام، وبيسأله عن أسمائهم، بس جيمي بينكر أي حاجة عن علاقتهم بيهم، وبيقول إنه مجرد معجب بالصور مش أكتر. وبيظهر باسكومب بتعليقات عنيفة على الصور دي، وبيسأله لو كان بيحب يقرب منهم، لكن جيمي بيقوله إنه مجرد شخص طبيعي وأكيد بيحب يقرب من البنات. وبعدها بيعرض عليه صورة مع 2 من أصحابه، فبيقول له جيمي إنهم كانوا في محطة القطر، وإنهم تومي وراين وأقرب صحاب ليه. ولما باسكومب بيسأله عن الهدوم اللي كان لابسها ليلة امبارح، بيقول له جيمي إنه مش فاكر، وبيعرف من باسكومب إنه ما لاقوش أي لبس ليه في مسرح الجريمة، بس لقوا فردة الكوتشي بتاعته. وبيسأله لو كان لبسها امبارح وبيعرض صورته قدامه، فبيتوتر جيمي وبيصمم إنه مش فاكر، بس ميشا بتتدخل وبتعرض صورة بنت اسمها كيسي وبتسأله لو كان يعرفها، فبيقول لها إنه يعرفها فعلا. فبتكمل ميشا وبتسأله عن علاقتهم ببعض، فبيسألهم جيمي لو كانت هي اللي ماتت، فبيرد باسكومب عليه وبيقول له إن هي اللي ماتت
فعلا. ولما ميشا بتحاول تفهم طبيعة العلاقة اللي بينهم، لكن ميلر بيعترض وبيفكرهم ان ابنه عنده 13 سنة، لكن ميشا بتصمم على سؤالها ولو كان في بينهم علاقة جنسية فعلا، فبيجاوبها جيمي وبيقول لها لا، وبيرجعوا يسألوه لو كان قابلها امبارح وانها خرجت من بيتها علشان تقابله، لكن جيمي بينكر وبيقول لها انهم مجرد زمايل وبس، حتى مش اصدقاء. لكن باسكومب بيقول له على المكان اللي اتقتلت فيه، وان الطب الشرعي حدد وقت الوفاة وكان بين 9:30 ل 10:30، وبيسأله هو كان فين في الوقت ده. وقدام سكوت جيمي بتحاول ميشا توقعه في كلامه وتستفزه، وبتسأله لو كان بيراقبها، لكن جيمي بينكر برضه، وبيقول لهم جيمي انهم اكيد متلخبطين بينه وبين شخص تاني. وبعدها بيتعمد باسكومب بيقول له على عدد الطعنات اللي كانت السبب في موت كيتي، وهم 7 طعنات. وبيرجع يكلمه عن كاميرات المراقبة، وبيظهر له صور ليه وهو مع تومي وراين الساعة 7:30، وانه سابهم ومشي بعد ساعة وقرر يتمشى لوحده. وبعدها وصل عند كيتي وبدأ يراقبها، وقبل ما جيمي ينكر بيقدر باسكومب بيواجهه بالصور وبيسأله عن سبب مراقبته ليها، بس جيمي بيقول لهم انه ما عملش اي حاجة، وده بيخلي باسكومب يعرض له الفيديو ليه وهو بيطعن كيتي فعلا، وبيتصدم جيمي وبيفضل يعيط. اما ميلر فبيستغرب وبيبقى مش مستوعب اللي هو شافه، وباسكومب بيكمل تحقيقه وبيسأل جيمي ازاي رجع البيت وغير هدومه من غير ما اي حد يشك فيه. وبينتهي التحقيق وجيمي وميلر بيعيطوا. لما ميلر بيسأل جيمي عن السبب، بيقول له جيمي انه بريء ومش هو اللي قتل كيتي، فبيحضنه باباه وبيحاول يهون عليه. وفي اليوم الثالث على موت كيتي بيروح باسكومب للمدرسة وبيتصل بابنه آدم اللي بيكون عنده مشكلة كبيرة، وبنعرف انه بيتعرض للتنمر لدرجة ان زمايله بيرموا الزبالة في الطبق بتاعه. والناحية التانية بنشوف تومي وراين وهما بيتكلموا على اللي حصل، وبيسألوا تومي لو كان فعلا مصدق ان جيمي هو اللي قتلها، وان طالما الشرطة قبضت عليه يبقى عندهم دليل. وبنشوف باسكومب وميشا هما بيتكلموا مع صاحبة كيتي واللي اسمها جيت، وبيعرض باسكومب عليها رقمه علشان تكلمه، لكنها بتقوله انها مش محتاجاه وبترمي الكارت، وبتقوله ان صاحبتها ما كانتش تستاهل اللي حصل لها وانها كانت طيبة جدا. وقبل ما باسكومب بيكمل اسئلته بتتعصب جيت جدا، وبتقوله ان الجريمة متصورة فيديو وانهم هيقبضوا على المجرم بكل سهولة، وبتطلب منه كمان ما يضيع لهاش وقتها. فبتعتذر لهم المدرسة عن اسلوب البنت، وبتاخدهم للفصل بتاع كيتي وبيقول لهم انهم لسه بيدوروا على سلاح الجريمة، وبيطلب باسكومب من الطلاب انهم يبلغوا استاذ مالك لو عرفوا اي حاجة وهو هيبلغهم. وبعدها بيروحوا على فصل ادم، وهناك بيسمع باسكومب طالب وهو بيتنمر على ابنه، وطبعا المدرس بيزعق له علشان يسكت، وبيطلب من باسكومب انه يتكلم مع الطلاب بس بعد البريك. وفي البريك بنشوف جيت وهي بتضرب راين وبتقول له انهم قتلوا صاحبتها، وبنشوف راين وهو مستسلم تماما. ولما باسكومب بيشوف اللي بيحصل بيطلب من المدرسة اللي معاهم انه يتكلم مع راين، فبتقول له انه ممكن يقابله في مكتب الممرضة كارلا. ولما بيتكلم معاها فعلا بينكر راين انه يعرف اي حاجة وانهم اصلا ما كانوش اصحاب، وبعد كده بيخاف من اسلوب باسكومب واسئلته كتير وبيمشي. لكن لما باسكومب بيقول له انهم مش لاقيين السكينة بيقلق راين اكتر وبيبعد عنهم بشكل اسرع. وبعد كده بنشوف ادم وهو طالب يتكلم مع باباه، وبيكون باسكومب فاكر انه هيتكلم معاه بخصوص التنمر، لكن ادم بيقول له انه عايز يتكلم معاه عن قضية جيمي، وبيشرح له الرسائل اللي كانت بين كيتي وجيمي على الانستجرام. وبيقول له ان كيتي كانت بتتنمر على جيمي، وبتقول له انه هيفضل لوحده طول عمره لانه مش حلو كفايه لدرجه اللي تخلي بنت تقرب منه، وان دي مجموعه اسمها العزوبيه القصريه. وبيرجع باسكومب بالميشا وبيبلغها باللي عارفه، وبيكون متضايق جدا من المدرسه واللي بيحصل فيها، وان الاولاد مش بتتعلم حاجه مفيده. حتى ميشا بتقول له ان المدرسه شكلها كئيب جدا وريحتها كمان وحشه. وبعدها بتقول له انهم طول الوقت بيتكلموا عن المجرم ومش بيتكلموا عن الضحيه، وان حتى المجلات بتتكلم عن المجرمين بس باسكومب بيقول لها انهم بيعملوا كده مع المجرمين علشان يجيبوا حق الضحايا. وبعدها بيقول لها انه لازم يرجع لراين يتكلم معاه لانه شاكك فيه واكيد مخبي اسرار كتير. فبتروح ميشا معاه، ولما بيوصلوا للفصل وبيطلب باسكومب من مالك انه يتكلم مع راين، بيخاف راين لدرجه انه بيهرب من الشباك، بس باسكومب بيقدر يمسكه وبيساله عن مجموعه العزوبيه القصريه. اما راين فبيبقى مش عارف ليه بيحقق معاه هو، مع انه ممكن يحقق مع تومي، بس باسكومب بيصمم على اسئلته وبيتهمه انه شريك لجيمي في قتل كيتي، وبيساله لو كان هو اللي ادى السكينه لجيمي، فبيقول له راين ان السكينه بتاعته فعلا لكنه ما ساعدش حد. لكن باسكومب بيعتقله وبينقلوه لمركز الشرطه، وبيقف باسكومب بيستنى ادم علشان يتغدوا سوا ويتكلم معاه عن التنمر اللي بيتعرض له. وبنشوف ميلر وهو بيحط ورد في المكان اللي كيتي اتقتلت فيه. وبعد 7 شهور بنشوف اخصائيه علم النفس اللي اسمها بريوني، وهي بتتفرج على كاميرات المراقبه وبتشوف سلوك جيمي العدواني مع زمايله. ولما الضابط بيسالها عن اللي هتكتبه في التقرير، خصوصا ان دي 5 مرة تزورهم والاخصائي اللي قبلها زارهم 3 مرات بس، فبتقول له بريوني انها مش بتهتم بحاجه غير شغلها وبس. وبتروح بعد كده تحضر الكاكاو اللي جيمي بيحبه، وكمان بتكون عامله له ساندوتش. فبيفرح جيمي جدا وبيقول لها انها بتفكره بجد وجدته اللي هم اهل ابوه، لان مامته علاقتها مش حلوه باهلها. وبتسال بريوني لو كان باباه وجدته ذكوريين. بيرفض جيمي انه يرد، وبيقول لها ان كلامها معاه بقى مختلف وحاسس انها بتخدعه، والمفروض كلامها معاه يكون مباشر. وبعدها بيطلب منها يقرا التقرير اللي كتبته، وده لان المحامي قال له انها موجوده لمصلحته. بس بريوني بتقول
بتقول إنها مش هينفع توريه التقرير، وإنها بتكتب علشان تعرف لو كان مدرك حجم الجريمة اللي ارتكبها، وبتوريه للقاضي وإن الأسئلة المباشرة مش هتساعدها علشان تفهم شخصيته، وبتطلب منه يكملوا كلامهم. فبيوافق جيمي وهو مضطر، وبترجع بريوني تسأله عن الخناقة اللي عملها، وبيقول لها جيمي إنه مش غلطته ومش هو اللي بدأ، وإنه أصلا ده حوار تافه. وبترجع بريوني تسأله عن إحساسه إنه راجل، بس جيمي مش بيقدر يرد لأن السؤال صعب جدا بالنسبة له. فبتقوله بريوني إنه لو جاوبها عن أسئلتها بشكل صريح عن جده وباباه هتقدر تعرف رأيه عن الرجولة. وبتسأله عن شغل باباه وصفاته الشخصية، فبيقول لها جيمي إن باباه شغال سباك وإن الشغلانة مش سهلة خالص، وإن باباه كتير قوي بيتعصب من غير داعي، وكمان بيقول لها إنه عمره ما ضربه. ولما بريوني بتسأله عن إحساسه هو شايف باباه متعصب، بيقول لها إن الموقف بيكون مضحك جدا، وبيرجع يقول لها إن باباه طيب ومش بيحكم عليهم في أي حاجة، وإن باباه في أوقات فراغه بيحب كل أنواع الرياضة وده عكسه تماما، وإنه كان بياخده معاه الماتشات الكورة، وإنه لما كان بيغلط كان بيتجاهله. وبتبدأ بريوني تحس بقلق جيمي وتوتره، وبيقول لها إن باباه مش بيبقى عايز يبين له إنه محرج منه. وبتسمع بريوني كلام جيمي بشكل طبيعي ومش بتقول له أي حاجة، وده بيضايق جيمي، وبيقول لها إنها المفروض تقول له إن باباه مش محرج منه ولا حاجة، وده لأن مفيش أب بيتحرج من أولاده. بس بريوني بتقول له إن هي كمان ما كانتش بتحب الرياضة، لكن جيمي بيقول لها إنها أكيد كانت بتحب حاجات تانية، وإن الذكاء باين عليها عكسه هو اللي ما كانش شاطر في أي حاجة وما كانش مهتم يعرف حتى، عكس أخته ليزا. وبيرجع يسألها لو كانت قابلت أهله، فبتقول له إنها كلمت أبوه وكان واضح عليه إنه زعلان جدا بسبب وجوده في المكان ده، وبيقول لها إنه ما كانش المفروض يكون هنا، وإنه المفروض يتنقل للسجن مناسب، وإنه بيكره مركز التدريب ده وكل اللي فيه. ولما بريوني بتقول له إن ده أنسب مكان ليه بيبقى بيتعصب جدا لأن راين هيفضل في بيته لغاية ميعاد الجلسة. بس لما بريوني بتقول له إن راين مش متهم زيه بيتعصب جيمي أكتر، وبيقول لها إنه مذنب زيه بالظبط ومش من حقها تتحكم في تصرفاته، وبيرمي الكاكاو على الأرض. فبيدخل الحراس فورا، لكن بريون بتقول لهم إن كل حاجة تمام، وبعدها بيهدى جيمي وبيعتذر لها، وبتخرج بعدها علشان تجيب شاي لنفسها، وبيطلب جيمي منها إنها تجيب له كاكاو تاني، وبيكون باين عليها القلق والتوتر، وبتقف قدام الكاميرات علشان تشوف رد فعله. ولما بترجع له تاني بتقول له إنها مش شرطية، وبتسأله عن نظرته للبنات، وبتفتكر بريوني إنها نسيت الكاكاو وبتقوم علشان تجيبه، لكن جيمي بيقول لها إنه عارف إنه ما يستاهلش، وإنه بيقول لها إنه هيجاوب على كل أسئلتها. وبعد ما بتسأله عن علاقة أبوه وأمه ببعض بيقول لها إن باباه عمره ما ضرب مامته أبدا. ولما بتسأله عن أصحابه البنات بيقول لها إنه ما عندوش أصحاب بنات أبدا، وإن نفسه يرتبط علشان يخرجوا سوا ويروحوا السينما. ولما بتسأله بريوني عن التجاوزات اللي ممكن يعملها بيقول لها إن اللمسات العادية هتكون مناسبة جدا لسنه، وإنه عمل كده مع بنتين والموضوع عجبهم. وبعد ما بتسأله عن إحساسه هو بيعترف لها إنه بيكذب، وإنه شاف صور بنتين من غير لبس من فصله، وبيقول لها إنه كل الفصل شاف الصور دي. ولما بريوني بتسأله لو كانت كيتي واحدة من البنات دول بيتعصب جيمي لأنها خمنت صح، لكن بريوني بتقول له إنه كان مجرد سؤال، وبتسأله عن إحساسه وقتها. لكن جيمي بيقول لها إن كيتي مش من النوع المفضل عنده، وإن كيتي هي اللي بعتت الصور لواحد زميلهم في الفصل وهو اللي نشر الصور. وبعدها بتسأله بريوني لو كان شايف نفسه جذاب، فبيقول لها جيمي إن شكله وحش ومفيش بنت هتقرب منه. وبتسكت بريوني ومش بترد، وده بيعصب جيمي جدا، وبيفضل يزعق ويتخانق، وبيحاول الأمن إنهم يتدخلوا، لكن بريوني بتمنعهم. وبتحاول بريوني تسيطر على الموقف، وفعلا بيهدى جيمي وبيقعد يتكلم معاها لما بتسأله عن التنمر اللي كان بيتعرض له هو واصحابه، وبتسأله عن سبب إنشائه لحساب الانستجرام، ولو كان الهدف منه إن واحدة من البنات تعجب بيه وتقرب منه، لكن جيمي بيقول لها إن كل ده مش حقيقي. وبعدها بتسأله عن تعليقات كيتي وبتسأله عن قصدها، فبيقول لها إنها تقصد إن شكله وحش وإن مفيش بنت ترتبط بيه أبدا. ولما قال لها إنه ممكن يرتبط بأي واحدة هيحبها بتضحك عليه وبتستهزأ بكلامه. ولما بريوني بتسأله عن السبب اللي خلاها تعمل معاه هو كده بالذات، فبيقول لها إنها كانت شايفاه أوحش ولد في المدرسة، وبيقول لها إنه ما قتلهاش وطلب منها ترتبط بيه بعد ما صورها انتشرت في المدرسة كلها والكل بقى بيتجنب المعاملة معاها. لكن كيتي قالت له إنها مش بائسة للدرجة دي، وإن ده كان سبب مهاجمتها ليه، وإنه ما قتلهاش رغم إنه كان يقدر يعمل كده، لكنه اتحكم في نفسه وبيبقى شايف نفسه أحسن من كل الرجالة التانية. وفي آخر الكلام بتقول له بريوني إن دي آخر مرة هيتقابلوا فيها، لكن جيمي بيتعصب وبيقول لها إن لسه في كلام كتير عنده هو لسه ما قالوش، وكمان بيقول لها إنه معجب بيها وعايز يعرف لو كانت معجبة بيه هي كمان ولا لأ، وبيبقى عايز يعرف رأيها فيه. ولما بترفض تجاوب بيفضل يزعق لها، وبيدخل الأمن وبيسيطر عليه وبيبعده عنها. وقبل ما جيمي يخرج بيفضل يحذرها من إنها تقول للقاضي إن هو اللي قتل كيتي، وبيبقى عايزها تطمن باباه عليه. أما بريوني فبتعيط من الضغط النفسي اللي جيمي كان مسببه ليها. وعند بيت ميلر بتشوف الشتايم اللي الشباب بيكتبوها على عربيته، وبيهدي بنته ليزا اللي بتكون منهارة وبيقول لها إنها ملهاش ذنب. وبعدها بتقول له أماندا إنهم لازم ينقلوا من المنطقة دي، وبتوعده إن مامتها هتساعده في الشغل، لكن ميلر بيرفض وبيقول لها إنهم مالهمش ذنب في اللي حصل. وبيخرج يغسل العربية لكن الكلام مش بيتمسح، فبيتعصب جدا وبيعدي شابين راكبين عجل وبيتهموه إنه
متحرش زي ابنه، وبيحاول ميلر يزعق لهم لكنهم بيتجاهلوه وبيسيبوه وبيمشوا. وبينادي ميلر على بنته ومراته وبياخدهم معاه وهو رايح يشتري حاجة تمسح الدهان اللي على العربية، ولما بيسألوه عن السبب بيقول لهم إن كلهم معرضين للخطر وأنسب حل إنهم يفضلوا سوا. وفي الطريق بتفضل أماندا تتكلم عن قصة حبهم وبتتكسف ليزا شوية، وبعد ما ميلر بيوصل بيطلب من واحد هناك المادة اللي محتاجها، فبيقولوا الموظف ده إنه ممكن يستخدم كحول ويحاول بيه، لكن الحل الأفضل هو إنه يدهن العربية من جديد. وبيوافق ميلر وبياخد منه الدهان الجديد فعلا، وبعدها بيقوله إنه كان عارفه من البداية لأنه شاف صورته على الإنترنت، وبيقوله إنه بيدعمهم وبينصحه يتفق مع محامي شاطر. لكن ميلر مش بيبقى حابب يتكلم عن ابنه مع حد، ولما بيخرج بيشوف الولدين اللي كانوا بيقولوا عليه متحرش، فبيجري وراهم وبيمسك واحد منهم وبيضربه وبيطلب منه يبعد عنه وعن أسرته، وبيدلق الدهان بعصبية على العربية، وطبعا بيقع على الأرض كمية أكبر. وهنا بقى أمن المكان بيطلبوا منه إنه ينظف الأرض، وبيتخانق معاهم وبيبقى متعصب جدا. وبيرجع ميلر وأسرته على البيت، وفي الوقت ده بيتصل جيمي بميلر وبيقوله إن كل ما عد الجلسة بيقرب بيتوتر أكتر وبيبقى عايز يعترف بالحقيقة. لكن لما أماندا بتتكلم بيتضايق جيمي وبيتحرجوا وبيرفضوا يحكوا له عن المشاكل اللي بتحصل لهم، وبيوعدهم جيمي إنه هيكلمهم مرة تانية. أما ميلر فبيبقى علشان كلام ابنه بس، أماندا بتقوله إن الاعتراف هيحسن من موقفه، وبتبدأ تحكي له عن العادات الغريبة اللي كان بيعملها قبل الجريمة، وإنه كان بيسهر للساعة 1 بالليل، ولما بتطلب منه ينام علشان المدرسة كان بيطفي النور لكن بيفضل صاحي. وبيقول لها ميلر إن الأطفال كلهم كده ومحدش بيقدر يعرف هما بيتفرجوا على إيه على السوشيال ميديا، وإن الجيل كله بقى عنيف جدا. فبتقول له أماندا إنهم كانوا لازم يهتموا بابنهم أكتر من كده، لكن ميلر بيتضايق وبيقول لها إنه ما كانش عايز يتدخل في حياة أولاده، وما كانش عايز يكرر اللي باباه عمله معاه، وإنه يبقى أحسن منه في تربيته لأولاده. وبيفكرها إنه كان بيحب جيمي يلعب كورة لكنه ما كانش موهوب، وده السبب اللي أصحابه يوقفوه حارس مرمى. حتى الملاكمة ما كانش شاطر فيها، وكمان الرسم اللي زهق منه بعد فترة، وأول ما طلب منه كمبيوتر جابهوله على طول. وبيعترف بفشله كأب لكنه بيقول لأماندا إنها كانت أم كويسة، وبيلوم نفسه لأنه كان بيقضي وقت كبير في الشغل. وبتزعل أماندا وبتعيط وبتقول إن هو كمان أب كويس وإنهم ملهمش ذنب في اللي جيمي عمله. وبتدخل ليزا وبتفكر باباها إن ده يوم عيد ميلاده، وبتطلب منه ينسى اللي حصل حتى دقايق بسيطة، لكن ميلر مش بيقدر وبيدخل أوضة جيمي وبيفضل يعيط لوحده وبيحمل نفسه ذنب جريمة ابنه جيمي. ولغاية هنا بيخلص مسلسلنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وطبعا هنستنى تعليقاتكم على الفيديو. أشوفكم في ملخص جديد، مع السلامة.